بسم الله. نبدأ. بحكي لكم قصة الجيل الذهبي، الجيل اللي خلانا نصدق إن المستحيل ممكن، الجيل اللي رفع راسنا في كل استاد في العالم. من قرية صغيرة اسمها نجريك في محافظة الغربية، ولد حلم كبير اسمه محمد صلاح. كان بيجري ورا الكورة من الفجر. أبوه كان بيشتغل في التجارة وأمه ست مصرية أصيلة. سابوه يلعب بس قالوله ذاكر. دخل نادي المقاولين العرب وهو عنده 14 سنة. كان بيسافر 4 ساعات رايح و4 ساعات جاي عشان تمرين ساعتين. تخيلوا طفل 14 سنة بيسافر 8 ساعات كل يوم عشان حلم. قالوا عليه ضعيف، قالوا مش هينفع في أوروبا، بس هو ما سكتش. اتمرن الفجر واتمرن بالليل لوحده. جاله عرض من بازل السويسري وهو عنده 19 سنة. ساب أهله وساب مصر وسافر لوحده. لغة جديدة، ناس جديدة، برد وتلج. أول 6 شهور محدش كان عارفه، بس فجأة جاب جول في تشيلسي في دوري الأبطال، ومن هنا الكل عرف هو مين محمد صلاح. راح تشيلسي قعد دكة، قالوا فشل. راح روما بقى ملك إيطاليا، فخر. وكل ده وهو شايل اسم مصر على ظهره. النهاردة سنة 2017 راح ليفربول اللي قالوا عليه هيفشل، بقى هداف الدوري الإنجليزي. كسر أرقام قياسية، جاب 32 جول في موسم واحد. شال دوري الأبطال، شال الدوري الإنجليزي بعد 30 سنة. العلم المصري مرفوع باسمه في كل ملعب في إنجلترا. جماهير بتغني باسمه مو صلاح مو صلاح. بقى قدوة لملايين الشباب مش بس في الكورة. تبرع لمستشفى سرطان الأطفال، جدد نجريك كلها، عمل ملعب وعمل مركز شباب، ولسه فاكر أهله. محمد صلاح معلمناش الكورة بس، علمنا إن مفيش حاجة اسمها مستحيل. علمنا إن الغربة صعبة بس الحلم أصعب. علمنا إن ممكن توصل حتى لو قالوا عليك ضعيف. ده مش لاهي، ده قصة. ده ابن مصر اللي رفع راسنا كلنا. استنوا الحلقة الجاية من قصص الجيل الذهبي، وتابعونا على جنة الحكايات.